ركز معايا شوية. كتير بيجيلي حالات تقول لي أنا خلاص اتعافيت وأنا خلاص بطلت إن أنا أفكر فيه وهو بالنسبة لي ما بقاش أي حاجة، بس أنا عايز أنتقم منه. عزيزي الضحية اللي كان مع نرجسي أو نرجسية، طالما بتفكر في الانتقام، طالما بتفكر إن أنت عايز تضره وعايز تضايقه، إن هو بالنسبة لك أصبح لسه ما أصبحش هوا، إن هو إن أنت مش شايفه أصلا، إن أنت مش حاسس إن هو حاجة بالنسبة لك. طالما لسه عايز تنتقم ولسه عايز تضايقه ولسه عايز تضره ولسه متأثر تأثير كبير جدا باللي عمله فيك، يبقى عزيزي انت لسه متعافتش. عشان تعرف ان انت تعافيت تماما 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 من النرجسيين، بيصبحوا بالنسبة لك هوا، وجودهم زي عدمه، شفافين، متبقاش شايفهم، بترجعهم لحمهم الطبيعي، انهم عبارة عن كيس هوا منفوخ على الفاضي، لا يرتقي ان هو يعرف حد مميز زيك وحد مميز زيك. أرجوكم بعد الانتهاء العلاقة عشان تعرف إن أنت خلاص تعافيت وبقيت زي الفل، اوعى تفكر في الانتقام. لو لسه بتفكر في الانتقام يبقى أنت متعلق. أصل هيفضل بيني وبينه الولاد، فلازم إن إحنا لأ، ممكن تخلي حد تاني يتعامل معاه بخصوص الولاد وتنهي الموضوع إنهاء تام، تعمل نو كونتاكت تماما، ويصبح بالنسبة لك شفاف وجوده زي عدمه. رجعه لحجمه الطبيعي تاني، وديها للي مستنيها.